عايزة أقول لك على حاجة مهمة أوي في إن الناس تبدأ تواظب أو أصلًا تعمل عادة تمشي عليها، زي إن نبدأ تمرين صغير نواظب عليه لحد ما نبدأ تبقى عادة في حياتنا ونبدأ نكبّرها. من أهم العوامل المؤثرة فيها إن يكون الحاجة دي enjoyable أو ممتعة. فاللي أنا حسيته معاك من تجربتي الشخصية فعلًا، إنه خلّيت التمرين ممتع. ممتع بالنسبة لي ليه؟ لإنه مش باطلع منه مكسّرة، مش بافضل ألِف في الgym كُلّه، لأ بالعكس اشتغلت على حاجات، شُفت نتيجة، حتى لو نتيجة كل يوم صغيرة، بس على مدى زمني أطول لأ، أنا شُفت الحمد لله نتيجة. هاقول لِك بكل بساطة، أول حاجة الشغل على العامل النفسي، أنتِ قُلتِ حسستني بكذا وكذا وكذا، دي السيكولوجية بتاعتِك، لو إمم، أنتِ ما عشتيش فيها مش هاجي الgym ده حتى حقيقي. لو عندي target. ثانيًا عشان تجيبي target بسرعة وتجيبي نتيجة سريعة، لازم أعرف جسمِك محتاج إيه وأنتِ عايزة إيه. يعني في البداية أنا عايز أخس وخلاص، طيب أقنعِك إزاي إن أنتِ تخسي بشكل healthy وإن إمم.